يا جماعة أعصابكم شلونها؟ لا تطلع من فيديو إذا ما تشوف النهاية مفاجأة تخبل لكل شخص متابعني. هذا آخر فيديو قبل المواجهة التاريخية للعراق. التفكير والانتظار دمرنا. بهاي الحلقة راح أنطيكم أفضل تشكيلة للعراق. راح ننقل أشياء حلوة دا تصير بالمكسيك. راح أنقلكم تصريحات مدرب العراق ومدرب بوليفيا ولاعبين. وفي نهاية الفيديو أكو مفاجأة تخبل لكم، انتظروها. يلا بينا نبدي. وأول فقرة هي أفضل تشكيلة ممكنة للمنتخب. والله من أشوف مقاطع الجماهير العراقية في المكسيك أريد أبكي. شكراً لكل شخص قطع هاي المسافة البعيدة لخاطر المنتخب. شكراً للجماهير العراقية الوفية. راح نختار تشكيلة المنتخب. في الحراسة أني فضلت أحمد باسل، وخلي أقولكم ليش. أحمد باسل عنده خبرة وأشوفه أكثر خيار مناسب. في خط الدفاع، قلوب الدفاع، ريبن سولاقة وياه أكام هاشم، واختاريت ريبن لأن لاعب خبرة، وياه المقاتل أكام هاشم، وياهم الثنائي حسين علي، وأيضاً الأسد ميرخاس دوكسي. في خط الوسط خليت كيفن يعقوب مع أمير العماري. أمير العماري لازم يكون أساسي، لاعب تعودنا عليه ودائماً يقدم مستويات حلوة، وهمات يلعب بالجانبين يوسف الأمين وماركو فرج. يمكن أكو ناس تنتقد تشكيلتي، بس صراحة هاي أفضل خيارات عندنا. ماركو ويوسف عندهم لمسات حلوة. ماركو فرج لاعب بالدوري الإيطالي وقدم مستوى حلو أمام الإمارات. نجي على خط الهجوم، وأكيد رح أخلي أيمن حسين لأن يقدر برأسية بسيطة يشكل الفارق، ورغم تراجع مستواه يبقى أيمن حسين من أخطر المهاجمين، وياه علي الحمادي، ونقدر نخلي ويا أيمن ميمي أيضاً. وأتوقع مشاركة الاثنين، واحد شوط أول وينزل ميمي شوط ثاني أو العكس. وهاي تشكيلة اللي حسيتها ممكن تقدم أفضل مستوى. خلينا نحكي عن تصريحات لاعبين، وعن موعد المؤتمر الصحفي، وعن تصريح المدرب جراهام. خلي نبدي بتصريحات المدرب. قال: أنا أقوم بمنع لاعبين بمتابعة موقع التواصل الاجتماعي، وقال كان الأمر صعب على الجميع. قال أيضاً: نحن لا نركز على الأخبار ونريد القيام بعملنا فحسب. وقال أيضاً: لو تابعنا الأخبار ساعة بساعة فسوف نهلك ذهنياً. وقال أيضاً: قمنا بزرع عقلية الانتصار لدى اللاعبين. وقال أخيراً: إن التأهل لكأس العالم سيغير الرياضة في العراق. لاعب إبراهيم بايش وقال: سندخل مواجهة بوليفيا بشخصية البطل لتحقيق حلم 45 مليون عراقي. كما صرح مرخاس أن لاعبون العراق أمام فرصة كبيرة لكتابة التاريخ. كما صرح أيمن حسين قال: وطلب من الجمهور العراقي في كندا وأمريكا بالتواجد والمساندة في الملعب، وقال: إن شاء الله من خيب ظنهم. كما أكد زيدان إقبال وطلب من الجمهور التواجد بقوة. وأيضا أكام وكيفن طلبوا من الجمهور الحضور والمساندة في الملعب. وأيضا صرح أوسكار فيليغاز مدرب منتخب بوليفيا: أكثر ما يقلقني بشأن العراق هو وجود عوامل كثيرة. لديهم تشكيلة متجانسة، ويمتلكون لعباً جماعياً مميزاً، ولديهم أيضاً القدرة على الاستحواذ على الكرة. رغم أنهم ليسوا بنفس القوة البدنية من حيث البنية الجسمانية كما كان منتخب سورينام، إلا أنهم فريق يلعب كرة قدم بشكل جيد جداً. وفي تصريحات الموقع أكسجين البوليفي اليوم الأحد، أشار إيتشيفيري المعروف بلقب الشيطان إلى أن المنتخب العراقي يعتمد على أسلوب الضغط العالي والمستمر خلال المباراة. وقال: هذا تقريباً ما يستخدم برشلونة، مشدداً على ضرورة أن يلعب منتخب بوليفيا بالتمريرات الأولى السريعة واستغلال عمق لاعبي الوسط لمواجهة استراتيجية الضغط العراقية. وأضاف: الطريقة الوحيدة لمواجهة الضغط العالي هي اللعب بالتمريرات الأولى وبسرعة مع عمق كبير من لاعبي الوسط. اللعب من أول لمسة هو الطريق الوحيد لمواجهة الضغط العالي. وفي خبر مفرح للجماهير العراقية، تلقى الجهاز الفني لمنتخب بوليفيا صدمة قوية قد تبعثر أوراقه الدفاعية بعد تعرض المدافع دييغو مادينا لإصابة مفاجئة خلال التدريبات الجماعية يوم الأحد. وهذه الإصابة أثارت حالة من القلق الشديد في الأوساط البوليفية،
نظراً للأدوار المحورية التي يلعبها مدينة في الخط الخلفي للفريق وقدرته على التعامل مع الكرات العرضية. طبعاً هنا شوفوا الجالية العراقية مشرفتنا من صدق. أنا فخورة بهذا الجمهور. نظرات، هذا دليل على حب الشعب لكرة القدم. عراقنا ما راح يخسر، ولاعبين الأبطال راح يقاتلون 90 دقيقة حتى يحقق حلم 45 مليون عراقي. أكيد تنتظر المفاجأة. زين زين، طول بالك، خلينا ندخلكم بمسابقة هسه. خلينا نتفق على شيء واحد، كل شخص شاف فيديو للنهاية خلي يعلق ويكتب أنا شفت الفيديو كامل، على مود أدخلكم قرعة على سحبات بعد المباراة، وراح تكون هدايا حلوة وترضيكم. خلي نتفق على شيء وأصارحكم به. أنا بنية وصغيرة بعدني، بس عراقية، وحلمي أكون صانعة محتوى، والشخصيات اللي أسويها هنا أكيد أغلبكم يعرف هي ذكاء صناعي. أنا تعلمت من والدي حب كرة القدم، وأكيد راح يجي يوم أكبر شوي وألتقي بيكم وأطلع للكاميرا. مطالبة بس دعمكم ونصائحكم، وطبعاً أنا يهمني أسمع منكم نصائح على مود أطور شغلي وأتعب عليه أكثر. أني راح أتقبل انتقادكم، وراح أفرح بنفس الوقت من أشوفكم تشجعوني. شكراً لكل تعليق ولكل لايك ولكل شخص اشترك بقناتي، وأتمنى أعوضكم دائماً بمسابقات ترضيكم بالمستقبل، وهذا وعد. أشوفكم بالفيديو الجاي بعد المباراة، ويا رب راح أنقل لكم احتفالات مو زعل، فوز مو خسارة. يا رب يتحقق هالحلم. حبايبي، أشوفكم على خير ومع السلامة.